إيرو بشتي هلوشينا سيستما بعث إيدي لملي بشتيكو حتى شيء در باسي وملي بي أف إشكنجة تنكرن طلاقرن كود در حق جنن لوي دريدا تشيد بي جنن علوي بن جنن سوريان بن جنن شركس بن جهمو بكاتين كلوي دري أف تنديتي كل سروان إيرو تيمشاندن جبر فيجي إيرو أركما يكو أم وك يكتيا جنن جوان وك حمو جنن جوان جهمو بكاتين كو أمرول كي سركة دري خستن كرنا فان جنن جوان دام بليزن جبوكو ام بكار بن راسي وان جوان اشكنجه كو روبرو بوان دمينن ام جوان اشكنجه خلاص بكن همان دم د حكومتنا نودا ياكو ايرو حتى روجي ايرو وك جن دوي داري ضروري خا هيش ناليست جنا كو ايرو عايش دبس كو بنافي اوفيس جن لوي داري دانا ديار كرن بلا او جن بذهنيتها دا سلادا لوي داري تفديغاري تو جن سوري تمثيليات ناكي جبر ايرو جنا سوريا ياكو لوي داري بحمو بكاتاي خبر خدانيه خا 13 ساله تفي في شورشه تفي ذهنيتي ناي قبول كرن كو جنكي وصا بذهنيتي كي دا سلادار ايرو وري ما تمثيل بكي جبر فيجي اگر ايرو ام بخازن سوريا ك ديمقراطي نانا فندي ام بدن افاكرين بستوك جنين جوانجي ام رولي كي سركا دني فيساندنا دستور نودا ام بدن اگر ايرو دهندر سوريا كي نودا رولا جنين جوان تدانين به ام جاره کیدن وگرن حکومتا کو د سالاداری لسرجن د دامشاندن حکومتا بری ب 13 ساله او زیاتر کو تندیتی لسرجن د دامشاندن او جورولا و ی سرکه دورخستن د ملي سیاسی دا د ملي ابوری دا د ملي دیپلوماسی دا د ملي لشگری دا جبر ویجی اگر جاره کیدم بجه اگر ام بخازن سوریه کی نو به پر رنگی نناوندی ام بدن آوا کرن بیوست دست جن د نویساندن دستور نو دا هبه اجبوک ام بکاربن د سوریه کی ديمقراطي دام بده ام جيان بكن جبوك ام بكاربن سوريا كي وك هفدا عدالت دا ام تدا جيان بكن جبر فيجي ايرو جبوك ام بقالن ام بگينن في استه بيست ام دملي رخصتن كرنا خو وك يكتين جيني جوان ام خورت بكن ده هازه دست ما ببايك جبوك ام بكاربن سوريا كانو برولا جنين جوان دستور كينو سردس جنين جوان وري نيفيساندم. اليوم على الساحة السورية التي شهدتها بعد سقوط النظام الأسد البعثي الذي كان يحقق أهدافه عن طريق إجساد الفتيات والمرأة الشابة بشكل عام، إلا أن أتى الإسلام السياسي بعدها ويريد بأن يقوم بتغطية المرأة وإبادة المرأة من جديد وانتهاكها وإبعادها عن الدستور الجديد وإبعادها عن الاندماج في صنع القرار في سوريا الجديدة. ولكن على مر هذه الحروب التي شهدتها سوريا إلا أن خلق من شمال شرق سوريا امرأة شابة مثقفة من جميع المكونات ولها الدور الريادي على الجبهات القتالية وثم في المجال السياسي والعسكري والثقافي وجميع المجالات التي فسحت لهذه المرأة الشابة، إلا أن خصص لها وللمرأة كاملة عقد اجتماعي يحميها بدستورها الكامل ويحق لها بأن يكون لها دور في بناء سوريا الجديدة، سوريا المستقبل. ولا يمكن لبناء سوريا من دون المرأة الشابة، لأنها دائما تحمل الكثير من المسؤوليات ولديها العقل المدبر ولديها أيضا الفكر الواسع من أجل بناء سوريا جديدة ديمقراطية تعددية لا مركزية. فيتوجب على المرأة الشابة في الوقت الراهن التوعية الزائدة ونشر الوعي أيضا في الوقت ذاته بأن لا يمكن بناء سوريا من دون المرأة الشابة وقدراتها، لأن المرأة الشابة لها التطلعات على المستقبل من أجل بناء سوريا أو من أجل بناء وطن خالي من الحروب ومن الانتهاكات، كما واجهت المرأة الشابة الكثير من الهجمات والإبادات الثقافية من الهجمات التركية التي تتوارى عليها. وها نحن اليوم نشهد العلاقات السليمة ما بين سوريا وما بين تركيا بكل سلاسة. واليوم يتوجب علينا كمرأة شابة بأن نكون من شمال شرق سوريا حلقة نسائية متكاملة من جميع المكونات المرأة الشابة تحت مسمى اتحاد المرأة الشابة، وبأن نكون أكثر وعي وأكثر إدراكا بأن سوريا لا تبنى إلا بقواتنا ولا تبنى إلا بإرادتنا ولا تبنى إلا بعزيمتنا، لأننا لنا الحق والحقوق الكاملة ببناء سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية.